النهارده يا جماعه خرجنا من البحر، كنا جعانين موت ونفسنا ناكل اكله خطيره، فطلبنا فطير الانفوشي. وهبتدي باقرب واحده لقلبي، فطيره مفروم سلامي من الانفوشي، بتكون لحمه مفرومه مشروم سلامي متغرقه في الجبنه والهالوبينو، يا لهوي على حلاوتها. وطلبنا فطيره ميكس دجاج الانفوشي، بتكون سبايسي كده، فراخ كريسبي مع فراخ جريل سموك تركي ومتغرقه في الجبنه والخضار، وبيحطوا من فوق بافل رانش خطير. بصوا يا جماعه بجد شكلها خطير ازاي، حقيقي فعلا الفطير مخدوم بزياده. ولا جمال بقى اختراع الانفوشي الفرايد بولز، بتكون كور فطير محشيه جبنه مقليه في الزيت بتمط للسما زي ما انتم شايفين كده، خطيره. وندخل على فطيره رول الانفوشي، بتكون مليانه كولد كاتس وسجق ومتغرقه في الميكس جبن مع الخضار، دي كانت رهيبه رهيبه يا جماعه. وعايزه اقول لكم يا جماعه ان السجق تحديدا عند الانفوشي في حته تانية خالص، بيكون بلدي وهم اللي بيعملوا الخلطه بتاعته. والانفوشي بيعمل فطيره محشيه كاسترد متغرقه في النوتيلا، مش قادره اوصف لكم جمالها. واختراع الانفوشي ده بالذات اللي هو ميكس اللوتس ده ما يفوتكمش، بتكون عجينه فلافي كده، الانفوشي اللي بيعملوها بيغرقوها في الوايت شوكليت مع اللوتس، يا لهوي على حلاوتها. لا يا جماعه انتوا عارفين انا بحب الحلويات ازاي، ودي كانت في حته لوحدها خالص. واخر واحده اكلناها كانت نصها لوتس والنص التاني بيستاشيو، وبرده كانت حلوه قوي. الانفوشي موجود دلوقتي في الساحل، في روزانا وبلومار وبيبك مول هايسيندا باي، والدليفري على 17 12 7.